تعريف سنة 2023 إعادة الاعتبار لمشروع المركب الرياضي الكبير في ولاية قسنطينة. وكذلك وزير السكن والعمران أن مدينة قسنطينة ستعرف إعادة لملعبها الجديد والذي تم تجميده منذ سنوات، وهو يعد مركب رياضي بامتياز، حيث أن المركب الرياضي والذي ستكون طاقته الاستيعابية تقارب 50,000 متفرج، وهو ملعب مغطى بالكامل، وسيكون بعشب طبيعي، سيكون من بين أجمل المركبات الرياضية التي سيتم بناؤها في الجزائر. وكما تشاهدون في الصور التي هي أمامكم، فهذا هو التصميم الخاص بهذا المركب، حيث أن المركب سيكون يحتوي على الملعب الرئيسي والذي سيكون مغطى وعلى شكل بيضاوي بقدرة استيعابية تصل لقرابة 55,000 متفرج. الملعب لن يحتوي على مضمار لألعاب القوى، قاعة VIP، وعديد المرافق الحيوية الرائعة، إضافة إلى مرافق لبيع المأكولات الخفيفة، والذي سيعطي تسهيلات للجماهير الرياضية أثناء مشاهدة المباريات. إذا تحدثنا إلى الميزانية الخاصة بهذا المركب، فمن المرجح أن تصل لقرابة 300 مليار سنتيم. ملعب ملحق بنفس نوعية العشب المتواجدة في الملعب الرئيسي، وكذلك يوجد فيه فندق بحوالي 200 سرير، إضافة إلى قاعة متعددة الرياضات تتسع ل5,000 متفرج، قاعة رياضية للفنون القتالية والرياضية الفردية. كما سيضم المركب الذي سيتربع على مساحة تتراوح بين 35 إلى 60 هكتار مركزا للرياضات المائية، يضم عددا من المسابح للسماح لعشاق هذه الرياضة التألق مجددا. ومن المرجح أن تكون بداية انطلاق هذا الصرح الرياضي الكبير بداية من الثلاثاء الأول من سنة 2023، وسوف تستغرق مدة إنجازه ما بين 2.5 إلى 3 سنوات. ما نتمناه فقط هو أن يتم الانطلاق في هذا المركب في القريب العاجل، لأنه يعتبر إضافة حقيقية لولاية قسنطينة وكذا الرياضة في الجزائر، خاصة بالمواصفات العالية التي يحتويها هذا المركب العملاق. هذا هو الجديد الذي أردنا أن نقدمه لكم في هذا الفيديو عن المركب الرياضي الجديد الذي سيتم الانطلاق فيه في ولاية قسنطينة بداية من سنة 2023. إلى اللقاء.